اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أول خطوتين ازاي تدير شركة تسويق من غير ما تفقد أعصابك خلال 5 حاجات. النهاردة هنتكلم بقى على باقي النقط اللي لازم تفهمها. الخطوة الثالثة لازم تطول بالك في الوقت اللي هتستثمره في التسويق، بلاش تعتمد على الكلام الشفوي وخلاص. لازم تستمر في التسويق، مفيش حاجة اسمها نتائج سريعة. التسويق محتاج حاجة مستمرة، مش تجربة تعملها لمرة واحدة. النتائج الكبيرة في التسويق بتتأسس على المدى الطويل. في أصحاب بيزنس اشتغلوا معانا لسنين ودلوقتي بيحققوا إيرادات إضافية، لو كانوا وقفوا من بدري ما كانوش استفادوا من الفرصة دي. رابع حاجة إدارة التسويق المبالغ فيها. أسرع طريق للفشل من التفويض الكامل لحد الإدارة المبالغ فيها. لو كنت كل شوية عايز توافق على كل حاجة مهما كانت صغيرة وعلى طول بتطلب تقارير وتحديثات، ده هيخلي الكل متوتر، سواء انت او شركة التسويق. انت كده بتخلي شركة التسويق كل شوية تديلك فيدباك بدل ما تركز على شغلها. ده بيأخر التقدم وبيخليهم متعلقين في التفاصيل بدل ما يحققوا حاجة حقيقية، وده بيكون سببه قلة ثقتك فيهم. لو شايف الكلام ده مفيد ما تفوتش الخطوة الأخيرة اللي هقولها لك في الفيديو اللي جاي.